الإماراتي جوزيف لاباش يدفع مبلغ $9 مليون للحكومة الأمريكية بعد اكتشاف عمليات الاحتيال التي كان يقوم بها عن طريق المختبر الطبي تبعه اللي هو لاب تك في نورث كارولاينا. المشتركين مع هذا المختبر وهذا جوزيف 9 أطباء لم تكشف عن هويتهم يت، ما بنعرف إذا هم عربان أو جنسيات أخرى. المهم هذا المختبر الطبي كان يقوم بعمليات احتيال، تكبير للفواتير، وأيضا بيدفع لهذول الأطباء اللي بودوا له العينات والمرضى والأمور هاي كيك باك. هاي الكيك باك كانت توصل بالمرات بشكل نقدي بطرق احتيالية مختلفة، من ضمنها رنت بليسز أو سبيسز عندهم بنفس العيادة. المهم طرق ملتوية، وكانت هاي ممتدة من فترات طويلة، والآن تم اكتشافه. هو اعترف بهاي الجرائم اللي قام فيها، وأيضا سيدفع مباشرة للحكومة الأمريكية $6.8 مليون، وفي another 3 some point million أيضا ممكن تلحقه. وبنفس الوقت الشخص الشجاع الكريم المحترم اللي بلغ، أو الويست بلور اللي هو كشف السلافة وخلى التحقيق يبلش، اسمه يا سيدنا العزيز محمود التوام. محمود التوام، والله أعلم الأسامي، غالبا حتى هو أماراتي بس غالبا سوري أو لبناني، وكل يعني مبين إنه هاي العملية إماراتي الجنسية. هذا الشخص المحترم غير إنه محترم ويستاهل يكشف هاي العملية. أيضا تم إعطائه $1.4 مليون من البيج سيتلمنت اللي صارت. هاي قضية يعني طلعت قبل كم من يوم اللي تم الحكم فيها وانتهت والسيتلمنت فيها. الله يجيرنا. أنا مش فاهم الناس اللي معهم مصاري هالدرجة، ودكاترة ما شاء الله عليهم برضو ما زالوا يحاولوا إنهم يكبروا ثروتهم بالطريقة السيئة. رياض الوادي معكم. بليز شير لايك اند كومنت، وتسلموني.